أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الرادار الجزائري الإخبارية ترحب بكم كما جرت العادة، أو تطلب منكم وبإلحاح شديد المزيد من الدعم، لأنه لاحظنا بأن الفيديو السابق لم يلقى تفاعلا ولا مشاهدات ولا إعجابات، رغم أننا نبذل مجهودات جبارة في جمع وتقديم المعلومة من مصدرها وفي أوانها. لا علينا، في عرضنا الإخباري لأمسية نهار اليوم لنا كلام حول الحمى المرتفعة والأجواء المشتعلة في تايمز سكوير في نيويورك سيتي ولورنس في كانساس سيتي الأمريكيتين. في موضوعنا الثاني رايحين نوضح الفرق الشاسع والكبير بين بلد الشهداء الذي يبعث برجاله لتمثيله في المحافل الدولية الكبرى، وزريبة الرذيلة والمخدرات التي ترسل بنسائها بأمهات الشنط للترويج للسياحة الجنسية العابرة للقارات. لحظات رائعة للجزائر، نشيد قسما يبث على في مكبرات الصوت من على متن شاحنة الدفاع المدني الأمريكي خصيصا لأنصار الخضر. في هذا الفيديو خوتي لقطات لمشادات كلامية وتشابك بالأيدي بين الجمهور الجزائري والأرجنتيني في ميدان تايمز سكوير في نيويورك، ورايحين نعرف مع بعض السبب الرئيس لاندلاع هذه المناوشات. كما كنا سلفنا الذكر، مجموعة من مشجعي الفريق الوطني يوضحون أسباب الخلاف بين مناصري الفريق الأرجنتيني والجزائري. ابقوا معنا للاطلاع على مزيد من التفاصيل. كان هذا في نيويورك سيتي، أما في كانساس سيتي فحدث العكس تماما. أجواء أخوية وانسجام بين الجزائريين والأرجنتينيين. أما في آخر خبر أيها الأحبة، وبشهادة مناصر جزائريين، الأمريكيون حكومة وشعبا مسالمون لأبعد الحدود. السلطات الأمريكية تسخر كل أجهزتها الأمنية واللوجستية لمرافقة وحماية الضيوف الجزائريين في ولاية كانساس سيتي الأمريكية. في البداية وكما جرت العادة أيها الأحبة، تطلب منكم قناتكم الرادار الإخبارية الاشتراك بقوة، دعمنا، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس، وذلك فضلا منكم وليس أمرا من القناة. في مستهل أخبارنا لأمسية نهار اليوم لنا كلام حول المناصر والجمهور الجزائري الذي يصنع الحدث ويترك بصمة خير أينما حل وارتحل. فالحمى ترتفع والأجواء تشتعل في كانساس سيتي غداة مواجهة الجزائر والأرجنتين. فلتقولوا عنا ما شئتم، مجانين مغرورين ومولعين بحب وطننا الجزائر، لكن عندما تبحثون في سر العلاقة التي تربط الجزائري ببلده ستدركون أن هذا الوطن لم يولد صدفة، بل سقي بالدماء والتضحيات، دماء الشهداء وتضحيتهم، فأنبت وأزهر انتماء لا يذبل ووفاء لا يتغير وعشقا لا يخضع لمنطق الحسابات. كما تشاهدون الراية الجزائرية والفلسطينية ترفرفان جنبا إلى جنب في ميدان تايمز سكوير في قلب مدينة نيويورك. أما هذه الصور أحبتنا فلقد وصلتنا من مدينة كانساس سيتي التي أنيرت بألعاب وشماريخ أنصار الخضر. الجزائري قد يختلف مع أبناء وطنه وقد يغضب من أولياء أموره، لكنه حين يتعلق الأمر براية الجزائر يقف خلفها بقلب واحد وصوت واحد، لأن حب الوطن بالنسبة إليه ليس شعار يردد، بل ذاكرة شعب وتاريخ أمة. اليوم
وفي كنساس سيتي لا يحمل محاربو الصحراء أحلامهم وحدهم، بل يحملون نبض الملايين الذين يؤمنون بأن المستحيل مجرد كلمة، وأن الجزائر حين تحضر معها الكبرياء والإيمان حتى آخر صافرة في آخر ثانية. في هذا الفيديو مشاهدينا الأكارم متتبعي قناة الرادار الجزائري راح تشوفوا معنا الفرق بين بلد الشهداء الذي يبعث بخيرة رجالته لتمثيله في المحافل الدولية الكبرى أحسن تمثيل، وترك بصمة النخوة والرجولة حتى في أقاصي بقاع العالم. فالجزائريون خطفوا الأنظار أينما حلوا وارتحلوا. تايمز سكوير ولورنس وباقي المدن الأمريكية لا لشيء آخر إلا لأنهم ينتمون لشعب عظيم وأمة عريقة ووطن واحد يجمعنا. شاهدوا معنا. أما أيها الأحرار أيها الأكارم، في الجهة المقابلة وبالضبط في زريبة التطبيع والرذيلة والمخدرات، فقاموا بإرسال نسائهم وأخواتهم أمهات الشنط لهدف واحد وحيد، ألا وهو الترويج للرذيلة والسياحة الجنسية والشذوذ الذي يعتبر عمودا من أعمدة اقتصاد المهلكة المراكشية للخزي والعبودية. فالعبد يبقى عبدا ولا يحق له التواجد حين يكون وإن يحضر الرجال. شاهدوا معنا كذلك. يا ربي السلامة. شوف الشو شوف الشو. ويلي 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 يا ربي يا ربي يا ربي السر يا ربي السلامة يا ربي. ويلي 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 شو هاد الكنزة الكنزة حبيبي. ويلي الناس ويلي 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 ضحكتي فينا الناس. أما في هذا الفيديو أحبتنا فلقد رصدنا لحظات رائعة عاشها أنصار المنتخب الوطني الجزائري، حيث ثم بث النشيد الوطني قسما عبر مكبرة الصوت المثبتة على متن شاحنة تابعة للدفاع المدني بمدينة كانساس سيتي الأمريكية. ولقد لقيت هذه المبادرة تفاعلا واسعا واستحسانا كبيرا من طرف الجماهير الجزائرية وأفراد الجالية المقيمة هناك في مشهد جسد أجواء الفخر والانتماء وحب الوطن. تبعوا معنا هذه اللقطات الحماسية. أما في هذا الخبر المصور أحبتنا من ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية، فلقد وقعت ملاسنات كلامية ومشادات تطورت إلى تشابك بالأيدي بين بعض أنصار المنتخب الجزائري ونظرائهم من الأرجنتين، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة الأمريكية لاحتواء الموقف ومنع أي انفلات أمني. ونتمنى جميعا أن تسود الروح الرياضية والأخوية بين الجماهير سواء داخل الملعب أو خارجه، وأن تبقى المنافسة في إطار الاحترام المتبادل والتشجيع الحضري. كل التوفيق لرفقاء القائد رياض محرز في هذه المواجهة المرتقبة. بعد هذه الأحداث وإثر المشادات اللي كنا تكلمنا عليها، خرج هؤلاء المناصرون الجزائريون بهذا الفيديو مبينين وموضحين للجميع سبب هذه المشادات. لقد قالوا بأن المناصرين الأرجنتينيين قاموا برش الجماهير الجزائرية بما فيها النساء الحاضرات بمشروبات كحولية، وهذا ما اعتبره المناصر الجزائري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مما أدى إلى ردة فعل للدفاع عن الحرمة الجزائرية. شاهدوا معنا أيها الأحبة. السلام عليكم خودنا، إن شاء الله تكونوا بخير خودنا.
كان واحد الفيديو راه يدور بلي كنا لي زالجيريان دابزو مع لي زارجونتين. الحاجه الاولى خوتي هما كانوا يقيسوا فينا بالشراب، قيسوا ثاني قيسوا النساء، قيسوا صغارات، قيسوا المهم بزاف. ودنا هما اللي بداو قيسونا بالشراب. شوف بايدير تعطيهم طريحه هذه هي ولا شيء. الله فاك يصرالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وإذا كانت مدينة نيويورك سيتي قد شهدت بعض المشادات بين جماهير المنتخبين، فإن المشهد كان مختلفا تماما في مدينة كانساس سيتي، حيث وصلتنا صور حية من عين المكان تظهر أجواء أخوية رائعة وانسجاما كبيرا بين أنصار الجزائر والأرجنتين من خلال تبادل التحايا والتقاط الصور التذكارية في مشهد يعكس المعنى الحقيقي للروح الرياضية. فيا ترى من سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في هذه المواجهة المرتقبة، وماذا ستسفر عنه مجريات هذا اللقاء المثير، علما أن آخر مواجهة جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الأرجنتيني كانت في سنة 2007 وانتهت بفوز منتخب الطانغو بصعوبة بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 في مباراة ظلت راسخة في أذهان عشاق كرة القدم. فهل ينجح رفقاء القائد رياض محرز في رد الاعتبار وتحقيق نتيجة إيجابية، أم سيكون للأرجنتين رأي آخر؟ أما في ختام عرضنا الإخباري وبشهادة أحد مناصري المنتخب الوطني الجزائري، أكد أن الأمريكيين حكومة وشعبا يتميزون باللطف وحسن الاستقبال وروح المسالمة، وهو ما عكسته المشاهد التي وثقتها عدسات الكاميرا من مدينة كانساس سيتي، حيث سخرت السلطات الأمريكية مختلف أجهزتها الأمنية وإمكاناتها اللوجستية من أجل مرافقة الجماهير الجزائرية وضمان سلامتها، في صورة تعكس حرص المنظمين على توفير أجواء آمنة ومريحة للضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم. شاهدوا معنا وش قال هذا المناصر الجزائري. ميسرة سيكيوريتي، عندك حماية مدنية، عندك سيكيوريتي سيفيل، هاي ليك هادو كاع راهم يتبعوا فيهم بالعقل. هاي هاك تشوف الشعب، يعني كي السلطة كي الشعب مسالمين، ما تقدرش تيماجيني شحال مسالمين، باش تيماجيني. حملة بدينا لهم تاع الجزائر. هاي هاوليك والله غير تحيا امريكان 1 2 3 فيفا اليو اس. كما كنتم تشاهدوا مشاهدينا الكرام، كل هذه الأجهزة الأمنية والمدنية سخرت لمرافقة المناصرين الجزائريين وهم يجوبون شوارع كانساس سيتي للاحتفال. ويبقى الأمل معقودا على أن تسود الروح الرياضية والتنافس الشريف بين جميع المنتخبات والجماهير، وأن تشكل هذه التظاهرة العالمية فرصة لتعزيز قيم الأخوة والتعارف بين الشعوب. بهذا الخبر أيها الأحبة نكون قد أتينا إلى نهاية بثنا لأمسية نهار اليوم الذي نأمل ونرجو أنه نال رضاكم. دمتم في رعاية المولى عز وجل، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.